مبدئيا كده ما بحلقش بقالي 7 سنين، بس لما عرفت ان في عمره ب 12800 قلت ده حق يومين في الساحل. والله العظيم ما بهزر يا جماعه، حق يومين في الساحل بالظبط. جبنا لبس العمره ونوينا العمره، ولبس العمره ده بيتجاب من قدام القائد ابراهيم على طول. وما تنساش البوكسر ده عشان مهم جدا. واللي انا اتفاجئت بيه ان اي حاجه فيها خياطه ما ينفعش تلبسها، ولا حتى النضاره اللي انا لابسها دي. عايز احجز المطار بكره الصبح، والرحله دي كانت من مطار القاهره، عشان كده رحت حجزت المطار ب 165. واول ما وصلت لقيت الاتوبيس ده مجانا. وطبعا مش محتاج اقول لك ان انت لازم تروح قبل الرحله ب3 ساعات. بالمناسبه كده التذكره ذهاب وعوده والتاشيره والتصريح الامني كله دول بتبعتوا لك على الواتساب، فما تقلقش خالص. واخيرا هقدر اقول لك حلم بيتحقق بالظبط كده، حلمي بيتحقق، لان دي اول مره اركب فيها طياره في حياتي. لا ومش اي طياره، دي طياره رايحه عمره. فتخيل بقى، اقول لك بقى ايه اللي عليك وايه اللي ليك. وزي ما سمعت في البدايه كده الرحله دي اسمها ترانزيت، عامله 12800. ولو اول مره تركب طياره شبه كده فربنا يسترها معاك. لا واتفاجئت كمان ان في سندوتش جبنه ريدفورد اللي انا ما بحبهاش وازازه ميه. واخيرا مبدئيا كده انا لسه واصل دلوقتي مطار السعوديه. والرحله دي بكام بقى يا عم خالد؟ الرحله دي كلها كده شامله 12800. شامله ايه بقى؟ تعال اقول لك، عشان شامله حاجات كتير قوي. ودي احلى مره هعمل فيها عمره في حياتي عشان دي اول مره. فاحساس دايما بيتحكى بكتير قوي. فانا مبسوط ان اخيرا هجربه. يلا بينا. وبعد ما وصلنا المطار طلعنا لقينا الطقوسه مستنيانا، وتعرفنا على الناس الحلوه اللي معانا في الفوج علشان نطلع على الروضه. والطياره دي من مطار القاهره لحد المدينه. وبالمناسبه كده ده بارت 1، يعني الجزء الاول. في خلال يومين هنزل لك بارت 2.